اهم حاجه في الموضوع ان انت لما تقع لازم تقوم تقف وتكمل، مش عشان الواحد ما حققش كل احلامه خلاص يكره حياته بقى ويروح ينتحر. ما انا قدامك اهو، انا ما حققتش كل احلامي، ومع ذلك الحمد لله انا عايش مبسوط. انت بدير بيه؟ انت مستغرب ليه يعني؟ اصل لا مؤاخذه يعني حضرتك يعني صحفي مشهور وغني وليك اسمك، احلام ايه اللي ما حققتهاش؟ ما هي الاحلام كلها مش فلوس ومنصب اجتماعي وواجهه كده يا زكي. طب بص حواليك كده، قول لي انت شايف ايه؟ انا شايف انتريه وسفره وبلكونه، يعني عادي يعني. تمام يا زكي، بس ده مش عادي، عشان اللي انت شايفه ده مشهد بارد ميت ما فيهوش حياه. ما فيهوش حياه عشان ما فيهوش بني ادمين، وما فيش بني ادمين عشان انا ما عرفتش اتجوز واكون اسره، مع ان الجواز والاسره ده كان من اهم طموحاتي وما عرفتش احققه. اعمل ايه انا بقى؟ الطم على خدي واعيط وانتحر واقول ماليش لازمه؟ لا، انا كملت، نجحت في حاجات وفشلت في حاجات، وهو ده العادي يا زكي، ده العادي. عشان كده مش عايزك تيأس ابدا. والله العظيم يا باشا انت مش عارف انا بحس بايه بعد ما بقعد معاه. بحس براحه نفسيه كده غريبه. وعد مني من النهارده هنسمع كلامك ونشتغل على نفسنا. انا هاخد ورش تمثيل والواد زكي هيتدرب في الغنى. في الغنى؟ هو انت بتغني يا زكي؟ يعني بحاول كده. دي حاجه طب ما تسمعنا اي حاجه كده. عينيا. امانه. لحظه. الو. ايوه ايوه يا بدير بيه، في حاجه غريبه حصلت النهارده لازم ابلغها لك. خير؟ مندوب الجورنال في المطار بلغني ان مامادو وصل النهارده مصر الساعه 6 الصبح. مين؟ مامادو؟ ده اللي جابه هنا ده؟ الزياره مش رسميه ولا معلنه، بس انا خايف يكون وصلوا ان احنا كملنا تنزيل التحقيقات وجاي لنا مخصوص. لا ده موضوع عايز اتكلم فيه لما اوصل هناك. انا جايلك في السكه. يلا مع السلامه. معلش يا ولاد، انا مضطر اسيبكم ولازم اروح الجورنال دلوقتي عشان جات لي حاجه ضروريه جدا. طب اسمع حته صغيره طيب. معلش يا زكي، لسه قدامنا وقت يعني. قلت لك احنا ولا حاجه.